ورجعنا لكم تاني يا شباب، معلش عشان النت قطع في الجزء الثاني مع الدكتور كريم السويدي، وهنرجع لنفس النقطة تاني عشان ما كانش معانا من الأول. معلش أنا حتة صغيرة اللي هو كنا واقفين عند نقطة الإصابات الفيروسية اللي بتتفسر، اللي هي مش إصابات فيروسية، الأمراض البكتيرية اللي هي بتتفسر على إنها أعراض لو إصابات اجتمعت فيروسية. مع بعض أيوه تديني اعراض بعض الامراض الفيروسيه بتيجي من الام في اول سنه، تمام وبيحصل فيها مشاكل كتيره، وحضرتك اكيد يعني عديت عليه كتير قوي. تمام اللي هو بنيجي تعمل بيه سهاره وكذا كذا، مفيش مفيش يا ابن ريو، بس مع ذلك الريو موجود في العنبر الاعراض ازاي؟ موجوده فيه. حلو تحويل باظ، احنا قلنا اربع امراض: السالمونيلا بانواعها، تمام مع الشيشه البايض والباسيلوزس، تمام بيحصل معاهم مجموعه بكتيريا سودوموناس شيكيتا. تمام دول اللي يرتبطوا مع بعض بيدمروا الخمالات المسؤوله عن الهضم والتحويل في الجهاز الهضمي. بناء عليه التحويل بيبوظ على غير مضمون الدوره. على عمر السبع 10 ايام تظهر اعراض الترشيح والفرزه في العنابر والكلام ده. يقول لك ايه؟ انا عندي ريو، اطلع اعمل بي سي ار، اطلع اعمل كذا. تمام. خلصنا الجزء ده. الاعراض موجوده بس المرض مش موجود. دي تمام اللي هي جزء التشخيص المقارن، ايه اللي ممكن يدخل ده في ده وده. تمام طبعا. بس جزء هنا تاني، لذلك لما بتيجي تعمل اختبار حساسيه في اي معمل، تمام يعني نصيحه مم. للمربي، ما يعملش اختبار حساسيه بس يقول له عاوز اصنف البكتيريا. يعني عاوز اعرف عندي كام نوع بكتيريا. عزل بكتيري. هل عندي عزل بكتيري وتصنيف بكتيريا؟ الله ينور عليك. تمام هل عندي سالمونيلا بس؟ هل عندي سالمونيلا ايكولاي؟ هل عندي سالمونيلا وسودوموناس ايكولاي؟ هل عندي سالمونيلا وسودوموناس ايكولاي وشيجيلا؟ تمام الحاجات دي مهمه جدا. تمام تمام. مم. نرجع بقى للجزء الثاني اللي هي الاصابات الفيروسيه. احنا قلنا في اربع امراض فيروسيه، في ثلاثه منهم مشهورين اللي هم اربع طرق، ونوع رابع اللي هو محدش ياخد باله منه، الاصابه تحت حد من الجمهور. تمام. وقلنا الاصابه تحت حد من الجمهور ما بتديش اعراض غير اللي هي بتدمر الودي فابريشيس كورتكس المنطقه بتاعتها، بتدمر خروج البي سيل او تمام. الخلايا دي المسؤوله عن المناعه. مفيش استجابه للمناعه بتتدهور وفي هزاله كتير. تمام بناء عليه خطوه الهاتشري فاكسين او رش الجمهور في اول يوم، او تحصين الجمهور على السنه كمان على حسب برنامج تحصين الجمهور وبالعتره اللي العنبر متعود عليه. تمام ودايما في الجمهور لو العنبر ماشي مع مربي على نوع عتره معين وظابط الاداء، خليه على ما يغيرش. نقف هنا بقى، نقف هنا لان دي بالنسبه لي فوق المهم. يعني ان انا لو غيرت من العتره، انا مثلا متعود بدي دي 78، لو غيرتها ممكن اتصاب. تمام. طيب هو في جزء بس نبقى فاهمينه. اتفضل. انا عارف ان سؤالي خبيث، لا بس سامحني. لا هو عميق. تمام. انا عاوز ادي بس يعني مختصر فيه. ده جزء بالمره وانا بجاوب عليه هضم لك حته الاي بي. ايوه. هو التحصينات الحيه. ايوه. تمام. طبيعي بيحصل فيها شيلنج، يعني شيلنج الفيروس بيدخل والجسم بيبدا يفرز فيه ويخرج بره الجسم. بمعنى ايه؟ ماشي. احنا طبعا كلنا كمربيين او دكاتره او مهندسين او ناس على ظهر المجال في اي تخصص بنسال المناعه صد، جهاز المناعه صد، او تكون نفسها مضاد او تكون مناعه ضد اي فيروس. ما دي هتوديني لسؤال تاني اعمق من الاولاني، مش هقول اخبث بقى. خلاص انا معاك. اتفضل. بس محدش سال طب هي لما بتصد الفيروس اللي دخل ده جسمه بيتصرف معاه ازاي؟ تمام. بمعنى ايه؟ انت دلوقتي عندك بيت او مخزن ودخل لصوص او حراميه يسرقوا. تمام. فالطبيعي ان انت مركب كاميرات وفي حراسه وانت نفسك واقف، فانت وقفت السرقه. ماشي. طيب ده اللي هو زي الجهاز المناعي. تمام. هتتصرف ازاي بقى مع اللصوص او الحراميه؟ تمام. حاجه من الاثنين، اضربهم واسيبهم، ياخدهم واوديهم الاسم او الجهه الطبيعيه. حلو. تمام. الجهاز المناعي كده. ايوه. كون مناعه دخل الفيروس عدو عن طريق الجلد الحقل او عن طريق الهواء عن طريق البرنات عن طريق اي حاجه، ايا كان دخلت الانفكشن. عدوى عن طريق تحصين على مديه مضاعفه. الجسم بيبدا يصد ضدها. الجسم بيبدا يتغلب عليها ازاي؟ ايوه. المختصر المفيد خالص بتغلب عليها بصورتين، او يعني بتخلص منها بصورتين. وهضرب لك مثال بيها هيبقى متابع للناس جدا. الصوره الاولى
بيبدا يكسبوا في المفاصل في الجوينتس. تمام. تمام. نوضحها اكتر. مم. دي حته برضه ايه طبيه. الاجسام المناعيه معروف طبيعتها يا جماعه بتبقى على شكل حرف واو. تمام. هي كده وكده. ماشي. الجزئين اللي فوق بتوع واي دول بيرتبطوا بالسبايك او بالبروتين العضلي. بيقفشوه. بيقفشوه مم. نوع من دخول الخليه. تمام. جهاز مناعي اتكون وبدا يصد. حلو. تمام. الجزء اللي تحت ده تيجي حاجه اسمها الخليه القاتله او الناتشرال كيلر سيلز. الخليه القاتله دي جوه الجسم مم. اللي هي بتدخل في تكوين الصليب والكلام ده. تمام. كمختصر برضه عشان ما حدش يقول ما بتكلمش علميا الدقه آه. او بديك المختصر المفيد عشان كل تمام. المستمعين يفهموا الكلام ده. تاخد ترتبط بالجزء اللي تحت من الحرف واي اللي هو بيسموه الهيفي تشين او السلسله الثقيله او السلسله الكبيره. تمام. المضاد. مم. وتاخده يطلعوا عن طريق الكليه يترسبوا في المفاصل. ماشي. لذلك آه. اضرب لك كمثال واضح خالص. تمام. اول حاجه في يكون في استرشاد او توصيه طبيه سواء ما بتحصل حاله وبيه زي مثلا فرنسا طول لما دخلت مصر او كورونا او الكلام ده. كان اول حاجه الدكتور نظام صاحب بناء عليها شرب الكثير من الأكل عشان نسهل خروج الفيروس عن طريق الكلى. تمام. تاني حاجه الطبيعي كل اللي كان اتعرض لكورونا او اي حد موجود له برد معايا ومش معايا معاك يا فندم. بيحصل تكسير او اقول لك انا عندي برد ده بص العظم اتكسر المفاصل مش قادر احركها. دي اللي هو بيسموه رد الفعل المناعي اللي تمام. هو جزء اللي شرحته في الاول تمام. اللي هو ارتبط داخل. حلو. تمام. مم. طب الجزء اللي بيطلع عن طريق الكليه تمام نزل خلاص الحل بقى. ماشي. تمام. طيب لو الفيروس اتاخد عن طريق التقطير او طريق ميه الشرب او طريق الرش بينفرز عن طريق الجهاز الهضمي. الجزء بينفرز من غير ما يتعرض للجهاز المناعي. بيجي ياخد السايكل بين بتاعته ويعمل عدوى تاني. تمام. لذلك الجزء هنا بقى مهم هقول لك عليه. اتفضل. بتيجي مثلا تحصن الجبور على عمر 13 يوم 12 يوم و14 15 يوم. ومع ذلك ايوه تيجي اللي حصن 14 15 يوم يجي بعدها باسبوع 21 يوم. يعني ايه؟ يعني يقول لك اتلطشت تاني 28 يوم يقول لك انا عندي هزه جبور في العظم. تيجي تفتح بقى البرسه مجتهده حبه والناتج في الخمس ده طلع 10 15 كسر تاني ونزل ومفيش حاجه. دي تيجي تشالنج او اصابه عقليه. يعني ايه تقسيم الاختيارات الثلاثه اللي شديت معايا. تمام. هي الداتا ما حصلتش ليه لما حصلت على 12 و 13 المناعات الاميه عندي كتير عالي لسه ما اتكسرتش. من الطبيعي المناعات الاميه في اي طائر بعد 16 و 14 يوم تبدا تصفر او تقع جامد. مظبوط. من غير ما اعمل لايز يعني دي حاجه محفوظه. تمام. لما حصل على 12 13 المناعات الاميه بتبقى لسه عاليه معايا فبتقلل من رده الفعل دي. تمام. تيجي تحصن سي مثلا حته ساخنه من اي شركه او مش هنقول اسامي ماشي او بدون اسماء. حصنتها 12 13 محسوب فيها عمر التنزيل لان الجهاز المناعي بتكون في الطائر من عمر 10 ايام في البيضه. تمام. تمام. حلو. فلو الاجسام المضاده بتنزل ساعه ما بتبدا كيس المخ والجنين يتكون او البيضه تبدا تتلقح وتنزل من البوايض. تمام. تنزل مع اللي هي الماتيريال انتيبوديز المناعات الاميه بتنزل مع جميل. كده تلت لما باجي عنده 12 13 يوم محصن رده الفعل التحسين بتقل معاه. تمام. دي بتاخدنا بقى لحته ثانيه ميعاد التحصين. ميعاد التحصين ايوه. تمام. وحته استخدام التحصينات الحيويه. لا ده استخدام التحصين هيبقى موضوع كبير حبه بس انا هحكي لك هنا بقى ميعاد التحصين. اتفضل. ميعاد التحصين الطبيعي كاي مربي حضرتك في شغل الامهات او التسمين انت بقول لك انا عندي كتاكيت بشار نازله من 34 35 36 جرام. تمام. وبعدين يقول لك ده بشار خلصت داخل في 38 39 40 جرام. تمام. بعدين تيجي تنزل حبه يقول لك لا يا باشمهندس انت كتكوت كبير مش عاوز. كتكوت كبير مش عاوز. الطبيعي البروتوكول المتعارف عليه في معظم مصنفات الامهات. احمد مصطفى بيقول صوت الدكتور مش واضح. طيب هحاول نعجلك شويه. ماشي معاك يا دكتور. نرجع للجزء ده بس حته الجزء الطبيعي في مصنفات الامهات. الطبيعي هنا ايه؟ اللي انا عندي كتاكيت الامهات اخر تحصينه بتتاخد تكون يعني 22 اسبوع 23 اسبوع 24 اسبوع 25 في خلال العدد ده من الاسابيع العمريه في التربيه في الامهات.
تمام. وبتكون غالبيتها ناحيه الرباعي. جميل. تمام. في بعض الشركات او بعض الاماكن بتدي تحصينات على 30 35 اسبوع، فتلاقي الكتاكيت مناعتها عاليه جدا. تمام. اللي هي المناعات اللي نازله تتراعي، فتلاقي الحيوان تاكل كويس. طيب ده يفسر لي ايه؟ يفسر لي لو انا عندي كتاكيت مشاية من عمر 36 او 34 او 33 اللي عند ال 40 جرام 41 جرام من 41 مستمر معايا لعند 38 اسبوع او 40 اسبوع انتاجي تربيه. تمام. نازله مناعتهم عاليه. تمام. طيب وبعد كده بتبدا مناعتهم تقل لان ما حصلش اللي بيسموها ايه ريفرش، اعاده تنشيط كده، اعاده تنشيط. فبناء عليه هنا بقى مفيش حاجه اسمها برنامج تحصين ثابت لاي مكان او في اي عنبر. كل عنبر وليه الحاله بتاعته بناء على حاله الكتاكيت بتاعته. تمام. 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 طيب يعني لو احنا بقى عاوزين ايه ندي مثال تاني. اتفضل. مثال لو انا نازل كتكوت عمر حجم 38 جرام عمر يوم. تمام. تمام. ومن اي سلاله. تمام. ودي بالنسبه للابيض يا جماعه. وبالنسبه للسويس والبلدي لو نازل 28 جرام 32 جرام لا 25 جرام في البلدي والسويس 28 و30 والكلام ده. تمام. وانا عاوز احصنه. انا عندي هنا مناعات دهنيه تتراعي. واصل لعندي كام؟ واصل لعندي 13 14 يوم مغطين كويس جدا. معايا؟ تمام. تمام. طيب لو جيت انا هنا اتعرضت لمشكله البكتيريا اللي انا ذكرتها معاك في الاول. تعرضت للسالمونيلا والايكولاي والكلام ده. رقم واحد تحصينات الميه بدون قيمه. ماشي. ليه؟ لان انا عندي تهبب وزي ما بيقولوا ايه عندي مشاكل في الميتابوليزم اصلا. الجهاز الهضمي عندي اللي هيمتص التحصين او كده مش شغال بيسوع. فلازم اتجنب جزء التحصين على ميه الشرب. بنقول نمره واحد لو انا عندي مشاكل في الجهاز الهضمي ما حصلش في الميه. ما حصلش ميه الشرب. تمام. تمام. دي رقم واحد. رقم اثنين هبدا للترتيب. رقم ثلاثه هنا بقى اللي هو الرد على الجمهور الكلام بتاعنا ده. ممكن ادي تحصين حمل مره واحده 13 يوم. معايا مش معايا؟ تمام. مش محتاج اقطع باي حاجه ثانيه. وممكن ادي اكل متوسطه على 7 8 9 10 ايام. تمام. طيب لو الكتاكيت بقى فوق ال 42 43 جرام. ايوه. لو انا مش هدي تحصينات جمهور في المعمل او انا عاوز اوفر تكلفه المعمل مع ارتفاع الاسعار والكلام ده لازم ادي على 7 و 13. تمام. دي حاجه مهمه جدا وثابته جدا. تمام. طيب السبعه لو انا عندي التهاب في كيس المخ وفي اعراض سالمونيلا والكلام ده السبعه يا جماعه خلوها تقطير ما تخلوهاش ماتشو. تمام. دي افضل حاجه واسلم حاجه. هتقول هحط لبن وصب التحسين دي مالهاش علاقه. احنا بنتكلم الجهاز الهضمي في البايرز باتشز او الغدد الليمفاويه مسؤوله عن امتصاص العدوى وتكوين الجهاز التسليم البيتي. الجهاز المناعي في الجسم في ستريس عليها ضغط عليها وبيتغذى. تمام. حاجه هدخل من هنا ما عملتش حاجه. تمام. تمام. ده بالنسبه لوش الجمهور حضرتك سهل. نرجع بقى لمدلولنا الثاني الجزء اللي انا عاوز اتكلم فيه. اللي هو اللي احنا قلنا الثلاث فيروسات الباقيين. تمام. طيب في سؤال هنا ممكن حد يساله او حد يخطر في باله. طبعا لو عنده المزرعه كل دوره بتنضرب الجمهور. ايوه. تمام. طيب انت في فرق بين اصابه الجمهور وفي فرق بين الفيل تشالنج تحدي الحق. يعني ايه؟ هل انا حصلت عندي اصابه الجمهور وخدت ناتج فوق 8 10 15% لعبت في الرينج ده في الناتج؟ تمام. دي انا بعتبرها اصابه فعلا. تمام. محتاجين نغير برنامج التحصين. جميل. تمام. طيب لو انا هنا شغال برنامج التحصين بدور على حاجتين. عتري وانترفيلد لازم اشتغل بيها. انا بعتبر من اسهل او من اقوى الافتراضات بتاعت الجمهور في السوق. جميل. تمام. التحصين اللي اكون شغال بيها تبقى متحضره على جنين بيت مش متحضره على نسيج. تبقى مكتوبه تيشو كالتشر او وجه او بتاع شركه هتساله متحضره اقول لك متحضره على كذا. تمام. تمام. طيب لو انا بلاقي البرسه ملتهبه وما اعرفش ايه وبدي هيود او كاف او بدي رقم انا والدنيا بتعدي وبيحصل عندي ناتج 7 8 10 5000 5 6 ايام بتوع دي مش اصابه الجمهور يا جماعه. دي في تشالنج عاديه جدا وبسيطه جدا. تمام. تمام. عشان نخلص من الموضوع ده. طيب تاني حاجه ترجع الجمهور 5 ايام مش اكتر من كده. عدى ال5 ايام. عدى ال5 ايام ده مش جمهوره ده موضوع تاني هقوله لك اخر الفيديو. تمام. تمام. طيب في حاجه ثانيه حضرتك عايز تقولها ولا اسال انا؟ لا اتفضل اسال لو في حاجه خاصه بالموضوع ده.
حضرتك افترضت جدلا ان المناعات الاميه المفروض بتبقى اعلى لحد وزن 40 41 وبتبدا بعد كده تقل. طيب ما انا بدل ما اشك، طب ليه ما اعملش تتر مناعات للكتكوت اللي جاي لي عشان بدل ما اشك اشتغل على تتر المناعات نفسه. حلو. ثقافه تتر المناعات. ايوه. بقى ايه نتكلم صح يعني. تمام. انا اهم حاجه عندي في المناعات يا جماعه، لو انا عاوز اقيس مناعات يرضي الله من الاخر، تمام. من عمر يوم او في المعمل او عمر يومين او ثلاثه اللي هو اقصى حاجه يعني. افضل حاجه تقيس 3 حاجات. ايوه. كونبورو، ريو، تشيكن انيميا. ماشي. اتش 5 اتش 9 نيوكاسل مش هتفيدك في حاجه. ماشي. لقيتها عاليه لقيتها واطيه، هي لها مدلولات معينه بس مش هتضرك او هتفيدك في حاجه لوحدها او كانت واطيه او عاليه. تمام. اطلاقا موضوع كده بالمعنى. حلو. حد هيقول لك لا بنبني عليها برنامج التحصينات، مالهاش علاقه ببرنامج التحصينات مناعيا وعلميا وعمليا وعقليا. تمام. تمام. تاني حاجه اشمعنى انا قلت جمهور وريو تشيكن انيميا. ريو تشيكن انيميا عشان اطمن، لا انا المناعات اليوميه نازله كويسه والطين اللي عنده عمر 14 عدي توقيت الاصابه عنده والكلام ده. تمام. طيب الجمهور هتحدد عليه معامله الجمهور تحسينيا في المعمل. جميل. تمام. جميل. في نقطه هنا بقى مهمه خالص اللي هي الثلاثه دول بنقاسوا بجهاز الإلايزا. ماشي. تمام. تمام. طيب انا عاوز اقرا او عاوز ابص على حاجه في اختبار الإلايزا. تمام. تمام. انا يعنيني 4 حاجات اللي هم اي تيست في الإلايزا بنعمل معاه 2 نيجاتيف كنترول. ماشي. و2 بوزيتيف كنترول. ماشي. ده انا بعت تمام. موجوده مع التيست. حلو. لازم ابص على الاثنين دول. تمام. الفرق بين الاثنين نيجاتيف مع بعض يعني ايه؟ لقيت ايه؟ الاثنين نيجاتيف هو المفروض في اي كيس هتلاقيها يعني صفر علامه عشريه 180 170 150. تمام. فانا بعمل 2 سلبي، 2 نيجاتيف كنترول، 2 عينه سلبيه في الاجسام المضاده بالمعنى البلدي. ماشي. عشان اتحكم اشوف اختبار. تمام. و2 ايجابي، الاثنين الايجابي بيبقوا فوق 500 او 400 على حسب نوع الكلمه. تمام. تلاقي مثلا ايه صفر علامه عشريه 5 4 0 كده مثلا. تمام. المفروض الفرق بين الاثنين بوزيتيف مع بعض ما يزيدش عن 30 واحد. هما بيقولوا الصوت برضك تاني. طب نحاول. طب لو التليفون ده حتى ضعيف الصوت نقربه. طيب احنا هنعمل حاجه حلوه، استنوا عليا يا شباب. الله كده الصوت هيبقى واضح وكمان الدكتور. ايوه اتفضل يا دكتور. لو انا جيت عملت اختبار الإلايزا، المفروض اختبار الإلايزا بيبقى فيه نوعين، في 2 كنترول و2 نيجاتيف. وانا هختبرها دلوقتي. طب ما الصوت واضح يا شباب معايا. طب حاولوا تقفلوا الفيديو وتعلوا تاني. معاك يا دكتور مؤاخذة. اوريها لكم ورقيا. عاوز اختبار الإلايزا. الورق بتاع ريزلت اي نتيجه عملت مع حضرتك يا دكتور. اوريها لهم بس عشان يبقوا عارفين بيقروا اختبار ازاي، لان هو ممكن مرات بيروح يعملها ومنزل الدكتور يبقى عاوز حبه توضيحات. تمام. اللي عنده نتيجه تاني حاجه العينه ما تقلش عن 21 سنه، 15 سنجات غير معبره، و21 سنه مش معبره كمان قوي. العينه غير معبره ماشي. يعني 21 ده بس عشان شغل الاحصاء بتاعها. تمام. بنجمع وبنقسم تبقى طالعه ايه دقيقه بنسبه معينه. تمام. عينه ممثله. عينه ممثله، لكن 5000 هتبعت 5 سنجات و10 سنجات تكون عارفين تماما لا تمثل شيء. تمام. ده الجزء. حلو. يبقى احنا قلنا لو هنعمل إلايزا هنعمل ل3 امراض. تمام. وجمهوره الصوت واضح اهو. طب معاك يا دكتور اتفضل. وجمهوره قلنا هنعمل ليه
عشان تحديد ميعاد التحصيل بالذات. طيب لو في مربي بربى 2000 3 5 هو قال لك التكلفه هتبقى زي والكلام ده، خلاص ما تعملهاش خالص. ولكن شغل البكتيريا احنا قلنا بتشابه مع الامراض دي والكلام ده، خليك حذر فيه ما تفتيش من دماغك. وجه حد متخصص وخبره او ذو علم في نفس الوقت يعني. جميل. ده الجزء ده. لو محطه فوق ال 10000 او 15000 او 20 او 100000 زي الشغل بتاع الكلام ده، لازم 3 اختبارات ينعملوا، لازم، ده فرض واقع. تمام. يعني هو بص هنا كده انا هقولها لكم بالاصفر. ده اختبار الايزا عادي خالص، بس عشان الاسم كده. اي اختبار المفروض بنعمل فيه الجزء ده كده. الصوره واضحه عندك؟ لا واضحه جدا، هي باينه قدام حضرتك. 2 نيجاتيف و2 بوزيتيف. تمام. مع التست. المفروض الفرق بين الاثنين نيجاتيف وبعض الرقم صغير. تمام. ما يزيدش عن 30 واحده او 20 واحده او 50 واحده. جميل. تمام. والفرق بين الاثنين بوزيتيف مع بعض ما يزيدش برضه عن 30 50 واحده. تمام. طيب لو انا بعمل طلع يعني الريبورت او التقرير كان جاي لي فيه واحده نيجاتيف وواحده بوزيتيف، اختبار مش دقيق خالص اطلاقا. تمام. طب لو طلع الفرق بين الاثنين سلبي من دوري فوق 50 بوينت زادوا عن 80 و100 والكلام ده، في غلط حصل في الاختبار. تمام كده؟ تمام. مهمه جدا. يبقى الاختبار لازم ينعاد او لا يعتد به. بس كده. اسمها حساسيه الاختبار. الحاجات دي بالمايكرو بتاع حساسيه وبنبني عليها قرارات. تمام. حاجه عشان مربى فاهم بتعمل ازاي. يعني انا ممكن اعمل لذلك بعض الناس ممكن يقول لك انا عملت الايزا عند سي اكس وقال لي جمهوره في معاك كذا رقم اصلا في حسابات الاصابه واختبار وشغل نصر والكلام ده. تمام. ولو بص انت هيلاقي في حاجه حصلت غلط بناء على الكلام اللي انا شرحته. تمام. دي للتمويه للساده ايه اللي لو حد بيقرا اختبار او كده. تمام. ده الجزء ده. نيجي بقى للجزء الثاني، حته الادينو او الريو او التشيكنيميا. احنا شرحنا طبعا اللي هو الفيروس الرابع اللي هو الجمبورو واللي سبب تحت الحد بتاعته. طيب حته بقى الادينو والريو والتشيكنيميا هي مشكله، ولكن لازم نبقى فاهمين ابعاد المشكله والمشكله هتعمل ايه. تمام. اصابه التشيكنيميا او الريو بتيجي عن خطر هناك هي بتتراوح من 12.5 ل 15%. يعني لو عندي عنبر 5000 عندي 750 طائر ل 1000 طائر يكون اصابه. جميل. فابدا افرزهم في جنب وما حدش يقول لك هظبطهم ومش هظبطهم تحويلهم هيطلع 1.7 1.8 من 10 وهيخرجوا بيه. تمام. يبقى يتم اعدامهم او استبعادهم عنه. ماشي. طب انا ممكن افرزهم على امتى؟ ايوه. او يظهروا معايا امتى؟ 15 يوم بس لما يعدي الاسبوع يكون اختلاف الموازين حصل. تمام؟ طيب اعرفهم ازاي؟ انا قلت ان هم التفاهم هيكون 1.8 من 10 في العمر الكبير. حلو. ممكن يوصل 2 كمان. حلو. يعني ايه؟ يعني انا لو الفراخ واكله 400 جرام هتلاقي دول مدربين 130 120 جرام. فلازم استبعاده ساعتها. تمام. ما تضيعش وقت على الفراخ. تمام. طيب هنا بقى لو انا عاوز اشخص، قلنا العلاج. تمام. استبعاد. نقول التشخيص. اللي هو لو انا عاوز اشخص. طيب انا عندي الفيروسات دي بتنتقل عن طريق الام، يعني هي بتتنزل او العدوى شغاله فيها. انا عندي اول 96 ساعه او اول 5 6 ايام لا ممكن اعمل فيهم تيست. تمام. طيب ممكن مربي او حد مش واخد باله وحاطط امل في حاجات ان هو تقدر تظبط معاه، فيجي على اليوم الثامن او التاسع يتفاجئ بكارثه. موازين السكحه والكلام ده عاوز اروح اشخصها. تمام. دي سؤال ما تشخص. الشخص بنوعين من الاختبارات. يا بشغل الباثولوجي اللي هو الشرايح برضه الانسجه الفيروسات دي تعمل فيها اصابه زي المعده الغديه او النخاع العظام الشيكنانيميا او المعده الغديه في الريو. واخد بال حضرتك؟ وابدا افحصها تحت الميكروسكوب بالباثولوجي بتاعها. وابحثها بلاقي الفيروس ساب الاعراض بتاعته على الخلايا. تمام. وبرضه ده بيطول ومش مكلف ما يمشي في المعمل القومي للبحوث. تمام. طب لو انا عاوز اروح اي معمل تراديشنال اللي هو مع اي معمل بيطري او اي حاجه ثانيه بصراحه تطلع سلبي معايا. تمام. خالص. ممكن تطلع اصابه شديده خالص ومن نوادر انت تشوف. طب انا عاوز اشخصها ازاي؟
ما قدامكش طريقه بعد الميثولوجي بتاعها الا طريقه واحده، الايزا يعني انا عندي عدوى فباجي بقيس تتر المناعه الطبيعي، وانا بقيس تتر المناعه في اول 10 ايام او على عمر 8 9 10 11 12 بلاقي تتر المناعه معايا قل. تمام. او في اجسام مضاده طالعه معايا بعد 10 ايام بالظبط، وبقيس تتر مناعه تاني من نفس العمر. ويا سلام لو من نفس الطائر او الكتاكيت لو متعلمه، ومينيمم 21 سنه هلاقيها رفعت معايا بقى، مش محصل اساسا ريو تشيكن انيميا. انا تعرضت للاصابه وحصل رفع الجهاز المناعي للاجسام المضاده. ساعتها بيعتد بالاختبار ده في اصابه قديمه. تمام. ده الجزء ده عشان الموضوع ده منتشر، يقول لك انا رحت وسويت وما اعرفش فيه كذا 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 حصل معايا. سؤال صغير خالص. لو انا تم بالاثبات والدليل والبرهان ان القطيع الفلاني فيه تشيكن انيميا، ومعظم الساده اصحاب القطعان والموزعين من وراهم ما تقلقش واحنا جنبك واحنا واقفين معاك انا كمربي اعمل ايه لما يكون جاي لي قطيع وانا اتدبست خلاص؟ تمام. اتس اوكي، انا خلاص عرفت ان عندي تشيكن انيميا جاي من الام، سيبك من الخناقه اللي انا هتخانقها مع يعني انا اتدبست خلاص، هعمل ايه مع الشركه؟ ده موضوع تاني. انا هعمل ايه مع القطيع اللي انا اتدبست فيه في تشيكن انيميا؟ طيب هو نرجع الاول قبل ما نقول هنعمل ايه؟ امنعها ازاي؟ حلو. في الامهات هو المتعهد المتعارف عليه اللي هي تشيكن انيميا بتبدا من الاسبوع الخامس لعند الاسبوع الثامن في اي توقيت من التوقيت العاليه، من عندك من 50 لعند او من 40 يوم لعند 60 او 75 في بعض الناس داخل التوقيت. تمام. وفي بعض المدارس او التوجيهات اللي بيقول لك لو قرأت اصابه ما تخصموش. تمام. طيب هو اولا فيروس التشيكن انيميا احنا اساسا كدكاتره وحضرتك والمربيين شفنا منه هجمه شرسه السنه اللي فاتت والسنه دي برضه في بعض الاوقات. مظبوط. يفضل في الاول في الامهات وينصح ان انا عندي من عمر 30 لعند ال 40 بتحسين التشيكن انيميا. تمام. اي شركه موجوده على حسب التحسين الموجوده ما يشرب وغزه جناح عن مراقبه. تمام. دي هتفيد انا في كمرض وهناك حاجتين اتنين. رقم واحد هتقلل تعرض الكوكسيديا والكوكسيديا من بدايه من 50 لعند 60 يوم او 70 يوم، يقول لك في كذا 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 حصلت. والمربى امك يقول لك ده انا المهندس كلمني في المحطه والمهندس يكلمك ويقول لك الحق ده ما فيش زياده وزنيه الاسبوع ده والاسبوع اللي فات. دي كده انت بتتعرض للشكايه. تيجي تلاقي الكوكسيديا العوريه والكوكسيديا مسكينه بقى تقديمك في الفتره الكبيره. وبرجع اكررها تاني التشيكن انيميا هي بتعمل العرض ده يا جماعه. فانا بديها من عمر 30 ل 40 عشان احمي القطيع، وبرجع اطبقها من عمر 20 اسبوع عشان احافظ على نسبه عاليه في المناعات اللازميه لفتره طويله طول فتره الانتاج في الكتاكيت الموجوده عندي. تمام؟ طيب ده بالنسبه للتلومات. عشان اظبط الدنيا عليها. هي مكلفه ولكن انا بحافظ على الصناعه بيها. تمام. بحيث احافظ على الدايره بتاعت مربى التسمين ما يخسرش، فهو مكمل وانا مكمل معاه. تمام. ده جزء. طيب لو حصلت في الكتاكيت التسمين احنا قلنا اللي هي نسبه اصابتها من 12.5% ل 15% المتعاد عليه في المزارع واللي موجود زي ما ذكرنا 5 هتلاقي فيهم ألف كارثه. دول لازم يطلعوا من العلم ما يكونوش اعمى، ما حدش يحاول فيهم. تمام. هتسيبهم هيدوك معاهم تحويل سيء للغايه. 3 كيلو علف هتديك كيلو ونص انت بتخسر ما بتكسبش. تمام. يعني ما حدش يعاند في الحاله زي دي. تمام. ما ينفعش فعلا. طيب التصرف الثاني ايه الامثل؟ نعرف هي بتعمل ايه الاصابه بتاعت التشيكن انيميا وبناء عليها هنتصرف معاها. تمام. بالمختصر في التشيكن انيميا المين فاكتور بتاعها اللي هو الطريقه الرئيسيه البطوله جوه العضله عن طريق الجهاز الهضمي. جميل. تمام. وبتعمل ملي ضمور في مكان العضلات وتقلل كرات الدم الحمراء. جميل. حلو. الجسم لعند ما يجي يفوق منها بياخد من 25 ل 30 يوم. ليه؟ انا عندي جهاز ضمر او مكان العضلات كرات الدم ما يتسولش، ابدا تفكير واطور زي الجرح كده. تمام. في حرق او هياخد وقت لعند ما يفوق. تمام. فالكتاكيت بتلاقيها دايما محترمه معاك اسبوع او 10 ايام عن وزنها. الكتاكيت عمره 21 يوم. نقفل.
يعني ينفع يكون عندي قطيع والورق بيقول ان في تشيكن انيميا، ومع ذلك لما اجي اوزن عمر 10 ايام الاقي وزنه 307 جرام؟ ده ما فيش شيء ده ما فيهوش تشيكن انيميا خالص. يعني حسب الغلط اللي هو تشخيص لا مش هنقول اسامي خالص. لا مش قصدي يعني انا هو انا احنا بنتكلم في ايه؟ حد عنده انيميا، تمام؟ وعنده ضعف في تكوين كرات الدم الحمراء، زي اي واحد يقول لك انا ابني عنده يبقى مش هيحقق وزن. فتيجي تلعبوا ماتش كوره وتطلعوا الدور الخامس على السلم، هينهج مني. لا هيطلع معايا بس بدل ما هيطلع يطلع ربع ساعه هيطلع نص ساعه. يعني لو السلم قدام انت بتطلع 5 دقايق. انا سؤالي واضح، للتشيكن انيميا يعني مش هحقق وزن، مظبوط؟ وزن متاخر عن المعدل بتاعه من 10 ل 15 يوم. اذا لو حققت وزن يبقى دي مش تشيكن انيميا. سبب تشيكن انيميا. تمام كمل. ده جزء. طيب بتبدا تفتح معاك حدود معاك بعد 30 يوم. تمام. فبيحصل عندك تاخير في الدوره بدل ما هتطلع معاك على 38 40 يوم هتطلع 48 50. جميل. انت بقى ورزق السؤال ده ظبط معاك ما ظبطش معاك ده رزق بقى. تمام. ناس كتير قرروا في المواقف دي وانا شفتها وكنت بقول هيحصل كذا كذا كذا. معامل التحويل فيها بعد الاستبعاد ما بيقلش عن 58 61 برضه. يعني التشيكن انيميا هيضرب لي معامل التحويل طبعا قانون. الجسم خد جزء معامل التحويل ما انضربش يبقى دي مش تشيكن انيميا. الفكره هنا فين؟ الموضوع بسيط. انا كرات الدم الحمراء بتصير الاكسجين تدخل جوه الخليه عشان يحرق ويكون اللحم والكلام ده. ما عنديش ميتابوليزم اصلا. ايوه ما فيش فسيولوجيه الميتابوليزم. تمام. اتاخر. دي الكارثه بتاعت ايه التشيكن. وهي عمليه في الاول وفي الاخر في مساله ضمير بقى ووزن ضمير يعني في الشغل وفي الحكم وفي العلاج. ده جزء التغلب عليها وكده. انا انصح اي مربي في تجنب المشاكل دي يستولي عليها حاجه فيها بروتين، لان البروتين بيدخل في تكوين كرات الدم الحمراء. تمام. وبيدخل في تكوين التفريش، بيدخل في تكوين الضفر في الانسان والشعر في الانسان والكلام ده كله. تمام. ده جزء. الجزء الثاني الريق برضه قلنا معدل الوصول 12.5-15%. هنستبعد ليه وعمل الضمور في الماده الغذائيه اللي هي بتدخل من الاكل نزل الوصول عليه الحمضيه عشان نبدا يدخل بعد كده مرحله الانوثه وعمليه الامتصاص عن طريق جهاز الهضم وبيحصل فيها كلام بالمعنى البسيط المبسط خالص يعني. لو معامل التحويل عندي هيبوظ نفس الكلام. فلازم استبعد هيحصل عندي تاخير في الوزن. تمام. ولكن التشيكن انيميا شوف انا بشرح لك وبقارن ليك بين مرضين اثنين مع بعض. تمام. تبدا عرض خطير جدا. لما بتعمل ضمور في منطقه العظام زي ما قلنا كويس الدم الحمراء. جميل. ما عملش العرض ومصر كذا ملوش دعوه بمنطقه العظام كويس الدم. جميل. وطبعا تاثيره هيبقى ثانوي اللي عمليه الامتصاص والاكل مش هتكون كويسه. تمام. اصلا بس الفيتامينات والحاجات دي استوعب، لكن الثاني هي اثرت على الجهاز نفسه. تمام. بلاقي عندي لو تعرضت لسبب دي شديد اللي هو السي سي ار دي مايكرو بلازما مع الكوبلايت التجمعات اللي احنا بنشوفها ما بتستجيبش معايا لاي نمط حياه. بتقرف المربي والدكتور والمهندس اي حد بيعالج في فتره العلاج. جميل. تيجي تقول لك انا بحمل العنبر يوم يظبط، ثاني يوم يبوظ، بحمله يوم يظبط، ثاني يوم يبوظ، السلم مش راضي يسيب بطوله الدوره، في الاخر مطلع نافق وصلت لعند 15 18. تمام. ده يا جماعه تشكيل انيميا احد الاسباب. تمام. احد الاسباب مش السبب الرئيسي. ده الجزء ده. نيجي بقى على جزء الادرينو. تمام. الادينو فيروس برضه دي ان ايه زي لازم تفضل البيت الكلي في البياض والار بي اس نفس العيله يعني. بس ده عرض وده عرض وهو شديد الوبائيه في منطقه الخليج وهناك في التسمين او في المات محصنه 5 مرات زي الشفار كده. والتسمين هناك بتحصل على عمر 5-3 ايام. تمام. المطالب الامهات تكون متحصنه مرتين، مره على 14 او 19 اسبوع ومره ثانيه بوستر اللي هي فيما بعديها على 20 لعند 23 اسبوع عشان تكملي كده. وعشان اقلل التكلفه على المربي. تمام. بتاع التسمين. تمام. بتاع التسمين هيحصن ايه ولا ايه ولا ايه. دي بدرة عمر قصيره ومليانه محشوره تفاصيل كبيره ما يصحش. جميل. فبعتمد على التعليمات. جميل. طيب العرض الرئيسي بتاعه بالمعنى البلدي خالص. لو انا اي حاجه هتلاقي استسقاء شديد هيجي بالريكاردنت ضغط متعلق القلب وميه حواليها
مع العروض بقى على التضخم في الكبد، وانا ذاكر عليه مكان تكسر فيروس ده بالمعنى البلدي قوي. جميل. تمام. وهيكون منتشر في اول 10 ايام. طيب هو ايه اللي ممكن يحصل لخبطه معايا في المرض؟ امم. تمام. رقم واحد، لو الميه عندي ميه الشرب ارتوازي نسبه الصوديوم فيها عالي، زي التسمم بالصوديوم يديني العرض ده. نسبه الصوديوم اللي بيحدث معايا جوه الجسم يديني العرض ده. احس كانه ادم وهو مش ادم. رقم اثنين، لو عندي سموم في العلف، املاح سموم الاوكروتوكسين عاليه تديني العرض ده. رقم ثلاثه، لو نسبه وجود الصوديوم في العاليه، تكون العاليه مع الثنائي او المونو او بودره البلاط، الخلط بتاعهم والتوزيع بتاعهم جوه العاليه مش مظبوط. يعني مركزين في جزء وقليلين في جزء. حلو. تمام. ده كله بيعمل تخزين الميه جوه الجسم، بيضرب الاعضاء دي بالمعنى البلدي بس خالص. معايا مش معايا؟ الحل هنا فين؟ الحل اللي انا اعمل بي سي ار. تمام. بعد البي سي ار لو ظهر ما ظهرش، او ظهر ايجابي نعرف نتصرف ازاي. اللي هو الاصابه بتاعته تتراوح من 10 ل 12 ونص، اللي عندي 25% من القطيع. في بعض الاوقات وبعض الابحاث قالت لا، ممكن توصل ل 50 و 100% في مناقشه الكيلوغرام. تمام. والزملاء المهندسين والناس اللي شغاله معانا في دول الخليج وكده، في بعض الاوقات توصل معاهم هناك ل 25 30% في اول اسبوعين، اول من عمر يوم عند ال 14 15. تمام. في الجزئيه اللي زي دي ممنوع 3 استخدامات يا جماعه، احفظوهم. دي بقى خدها قاعده. تمام. اللي هو ايه؟ المربي ما يخترعش فيه. تمام. مجموعه التتراسايكلين بكافه مشتقاتها، فلورا تتراسايكلين، دوكسي تتراسايكلين، اوكسي تتراسايكلين، نص ده. تمام. دي اول حاجه. ثاني حاجه منتجات السلف، لا يتم استخدامها في التوقيت ده. رقم ثلاثة، الأحماض مع كبريتات النحاس الزنجرة والكلام ده والخل والكلام ده. تمام. ليها سبب في السيرجي والكلام ده، بس عشان ما اشرحوش ولا كلكع الدنيا، تجنبوا الحاجات دي. لذلك اي حد يجي يبقى عنده سيسه ويجي يستخدم حاجه من الحاجات دي، تذكر كده ربي، ارجع تاني لورا، كان عندك عرض زي ده في السيسه والكلام ده، ونزلت حاجه من الثلاثه دول، تلاقي انك رفع معاك الضعف والدنيا وصلت منك خالص، والفراخ ما بترجعش تاني زي الاول. تمام؟ ده بص. والعرض الرابع اللي بيتشابه معاه تسمم باول سيل الكربون، بيدي نفس العرض اللي هو سوء التكوين. مش معايا؟ ودي دايما بتحصل مع التدفئه بالشعاع. اللي هو بالغاز، لانها بحرق الاكسجين. فبتطلع ثاني اكسيد الكربون واول اكسيد الكربون، بيحصل معاك تسمم. الطب دايما منتشر في الشتاء في التكتيك. تلاقي استسا ويجي واحد يقول لك انا حصل معايا في مره مربي ده، انا في الشعاع ده في وقت. وعشان انت حرقت الاكسجين. هي ليها شرح فيسيولوجي. اول اكسيد الكربون بيدخل يعمل ايه بقى؟ بتلقى فين؟ وتلاقي الدم ممكن تفتح كده مش تلاقي اسود وطرف في وشك. السم بول اكسيد الكربون معروف. من الاخر كده الفرخ اتخنق. ده اللي هي الاربع كورسات اللي بيجوا في العمر. تمام. الاربع كورسات دول يفتحوا له السكه ايه؟ لمرض المكسر، اللي هو دلوقتي مزعل الناس كلها، ومزعل الشغل ومبوظ الدنيا كلها. تمام. ولو انا عديت من النوم مش محصل المكسر كويس، عارف برضه اصابه المكسر النوويه بتاعته شديده جدا في مصر. تمام. طيب نرجع بقى لمرض المكسر. مرض المكسر ممكن يبقى موجود عندي طائر. خلي بالكم من الكلام ده. من نهايه الاسبوع الاول لعند الاسبوع الثاني ممكن يعمل اعراض عصبيه او الكلام ده، بس مش معناه ان في اصابه، لان كان في السلك المستقبل بتاعه التكوين بتاعه لسه ما كملش جوه الخليه عشان الفيروس يدخل. تمام. انت تيجي واحد يقول لك ايه الحق ده عندي التواء رقبه وكف حصل. ده مش نيوكاسل يا حبيبي. تمام. لا، تعرض لنيوكاسل في عزلت له سبب طلع نيوكاسل، بس هو لسه ما عملش اصابه. تمام. ليه؟ المستقبل اللي هو بتاعه لسه مش موجود. لسه مش موجود بالنسبه للعائله والتكوين بتاعه على الخليه. تمام. معايا ولا مش معايا؟ تمام. ده بالنسبه للمكسر. طيب السؤال هنا اللي معظم الناس بتساله، طب انا عاوز احصن عتره حاميه ولا عتره خفيف ولا اعمل؟ تمام. طيب معلومه عامه كده، كل العطرات الموجوده على مستوى السوق بره مصر او داخل مصر عباره عن جينوتايب 2، اللي هي
العتر الثاني المنفصل في المفهوم الفلاحي البسيط. تمام. انا الموجود عندي العتر السابع اللي هو جينوتايب 6. تمام. معايا. وفي شرق اسيا موجود جينوتايب 6 وجينوتايب 8. تمام. طب ايه الفرق بين ده وبين ده؟ المنافسه القليله هو يتعصب لك 6 الجزء الثاني، بس في مشكله لازم اكون متفاهم بيها ونحط تحتيها 1000 خط. اللي هي لو انا عندي بدايه عدوى او عدوى من جينوتايب 7، تمام، الوبيه بتاعته شديده، معدل دخوله اللي هي شكل ضربات الفيروس، معدل دخوله جوه الخليه عاليه جدا شديده. تمام. تمام. انا لما باجي احصن، حتى لو قال لك ده تحصين جينوتايب 7، هو جزء من فيروس جينوتايب 7 متحمل على جينوتايب 2، فبيدخل في صوره الجينوتايب 2. تمام. فدخوله بطيء ابطا من فيروس الحقل. بيقول لك حصنت المزرعه اهو، ده اللي بيحصل. فممنوع فيها التحصين سهل. مسكت انا ممنوع فيها التحصين. انا عندي حاله وبائيه شديده جدا، الفيروس وبائته شديده سريعه جدا دخول، وانا باجي احصن عشان اصد ضده. طب لو انا جيت حصنت عشان اصد ضده، الثاني ما هيدخل اسرع في السنه اللي فاتت. كان الاول انا اللي عملت الانفكشن بايدي. كان الاول ايام زمان زودت معدل الانفكشن. انا عندي انفكشن بس انا يعني خليته شديد في الدراعه. ودي كان بيحصل يقول لك انا عندي اعراض بس حصنت العنبر طار لكن ما وقفش، طار نص العنبر، طار 60% من العنبر. الكلام اللي كان بيحصل الفتره اللي فاتت. ده غير الاصابات اللي كانت الناس القديمه في المهنه كانت فكره التسعينات واوائل الالفينات. عندي نيوكاسل يدي رشه بسيطه موضوع انتهى. صح ولا مش صح؟ مظبوط. كان يعني بيعمل عدوى اختيار ده جينوتايب 2 العادي جدا اللي هو متطابق مع التحصين. تمام. او نفس كيان التحصين. الحل هنا ايه؟ الحل هنا دايما ابقى ثابت، يعني عنايه منتبهه قوي. انا لسه فراخ بكره هذا ابدا حصل ما تاخرش. تمام. طيب اسبق المرض. اسبق المرض. تاني حاجه برضو بالمنظور ده يا جماعه لازم الحل الوبائي جديده نصيحتي ليكم نستخدم مرتين ميه منفصل في الدواء. تمام. صيف او شتاء، محدش يقول لي لا اصل الصيف كذا وحصل كذا. جميل. نصيحه استخدموا مرتين. تمام. طيب الحاجه الثالثه، هل ممكن لو انا استخدمت مرتين يغني عن المكسل بتاع المعمل؟ لا، ده المعمل ده بقى حلقه لوحدها. خلاص. ليه حصل معمل وليه ما حصلش معمل، وامتى حصل معمل وامتى ما حصلش معمل. تمام. لا موضوع تخصص المعمل ده لان في خلافات كتير. اكيد حضرتك ليك وجهه نظر. هو سؤال واحد وده اللي هبني عليه الحلقه الجايه مع دكتور كريم. انا مش هسيبه اصلا عشان اقلب الكاميرا. لحظه كده الكاميرا بقت عليا. لحظه كده الكاميرا بقت عليا. في الاخر يا شباب عايز اقول لكم حاجه مهمه جدا. بالعلم تنهض الامم. سبب خراب اي صناعه ان احنا ما بنشتغلش بالعلم، بنشتغل بالفقاقه. بنشتغل بايه؟ بالفقاقه. تلاقي رب بيقول لك ده فلان كان عنده نفس الوضع وحط من ده وعمل من ده. مش عارف يا جماعه كان عنده نفس الوضع. فانا هحاول اعمل لكم بعض الفيديوهات اللي يبقى فيها استفاده. مش هنسيب الدكتور كريم، لكن على وعد من الدكتور كريم يا دكتور ان الفيديوهات دي مش اول فيديو ولا اخر فيديو. ف والله لو عايزين نعمل لكم معاه لقاء اسبوعي انا هسيبه، مش هسيبه اصلا. الدكتور كريم من الاطباء البيطريين اللي انا بقدر علمه جدا. وانتوا عارفين ان انا يعني صعب قوي ان انا اقتنع بحد في العلم، لكن الدكتور كريم محترف مهنه عن جداره. فانا الله يبارك لك يا رب. فانا مش هسيب الدكتور كريم وهنحاول بقدر الامكان على حسب وقته ومواعيده نعمل لكم فيديو تاني وثالث ورابع وخامس. وعنوان الفيديو الجاي اليوم جمعوا الاسئله واحنا نجاوب عليها. حد نفس السؤال جمعها وعارف. طيب هقول لكم على حاجه.
هعمل لكم يعني لما نكون ناويين ان شاء الله. هي دي برضه غلطه عدت مني المره دي. انتوا كده خلاص عرفتوا الدكتور كريم. لما نيجي نعمل حلقه تانية هقول لكم قبلها ان احنا ان شاء الله في اليوم الفلاني في الوقت الفلاني تجمعوا الاسئله ونسالها كلها للدكتور كريم السويدي. واستودعكم الله عشان انا ورايا مواعيد والدكتور كريم. ربنا يفكر سعيده وربنا يكرمنا نكون ساعدنا الناس. استنى عشان اقلب التليفون على حضرتك. كلمه اخيره. ربنا يوفق الجميع واتمنى ان الناس تكون استفادت، ولو حد عنده اي استفسار ممكن حضرتك تجمع اسئله. مفيش ادنى مشكله. مفيش ادنى مشكله. انا تحت امر حضرتك فيها، ولو حد عاوز يسال في اي حاجه جاوب نفسه كل الوضوح. تمام. السلام عليكم.